هل سألت نفسك قبل كده هل في تصميم مثالي ولا لأ؟ ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب بإذن الله. النهاردة انا جاي ادردش معاكم في موضوع ممكن يكون متعب لمصممين كتير. في كتير من المصممين بيفكروا ان هم المفروض التصميمات بتاعتهم تكون مثالية، بس ما بيفكروش هل هي مثالية بالنسبة لمين بالظبط، او بالنسبة ايه القواعد اللي انت المفروض تمشي عليها علشان التصميم بتاعك يبقى مثالي. وهل لو التصميم بتاعك بقى مثالي هل كل الناس هتتفق عليه؟ يعني انت لما تعمل تصميم مثالي بيرفكت ما فيهوش غلطة، هل كل الناس هتتفق عليه ولا برضه هتلاقي في ناس مختلفة معاك؟ انا النهاردة حابب اشيل من عليك الضغط ان انت تحاول توصل لان التصميم بتاعك يبقى مثالي، لان احنا بما اننا مصممين وشغلنا فني فممكن ندي مثال على مجالات الفنيه اللي زينا. يعني مثلا انت لو بصيت على لوحه زي لوحه الموناليزا، هل انت شايف ان اللوحه دي فعلا بيرفكت ما فيهاش غلطه؟ هل هي عاجباك اصلا؟ طب لو هي مش عاجباك هي ليه نجحت كل النجاح ده؟ الحته دي طول ما انت لسه ما ادركتهاش فانت دايما هتفضل تبحث عن المثاليه في التصميم، وده بيؤدي لعطله كبيره وبيخلي المصممين يتعبوا وذهنهم يتعب وبرضه ما يقدروش يوصلوا لنتيجه ترضي جميع الاطراف. طيب الكلام اللي انا بدردش معاك فيه دلوقتي ده هيوضح لك فكره ان فعلا انت لوحه الموناليزا بالنسبه لك انت مش عاجباك، يبقى انت ذوقك اللي عاجبك ده او قرارك في التصميم بتاعك ده ممكن ناس كتير تانية تختلف معاه، زي ما انت مختلف مع حاجة فنية المفروض ان هي عالمية. وهتلاقي ان في امثلة كتير تانية بتثبت ان الموضوع الفني ده موضوع فيه اختلاف كبير ما بين الناس وما بين الاذواق، وفي ناس بتمشي مثلا بقواعد ثابتة خاصة بالتصميم، وفي ناس بتحب تشتغل بشكل ارتجالي شوية. فالتصميم ملوش ثوابت هي لازم تمشي عليها، لا، هتلاقي كل واحد وحسب التوجه بتاعه وحسب دماغه مودياه لفين بالظبط. طيب الكلام اللي انا بقوله لك ده هدفه ايه او عايز انا اوصل لك ايه بالظبط؟ اللي انا عايز اوصله لك ان وانت بتعمل التصميم ادي مساحة للرأي الاخر. يعني وانت بتعمل الديزاين بتاعك ما تحاولش ان انت تقفل التصميم بيرفكت. يعني تقعد ممكن، اصل انا بشوف مصممين يبقى مخلص التصميم وفي تفصيله بسيطه عمال مثلا في ايتم معينه عمال يجيبها هنا وبعدين يرجع يجيبها هنا وبعدين يطلعها فوق وبعدين ينزلها تحت. طب ما هو تعب نفسه، فهتخليه نفسيا صعب ان هو يسيب مساحه للعميل ان هو يعمل تعديل عنده لان هو تعبان قوي. فانت دايما حاول ان انت تعمل ديزاين حلو وكل حاجه وما تاثرش فيه، بس تحاول دايما تسيب مساحه للعميل ان هو لو حب يعدل ما يبقاش الموضوع مزعج بالنسبه لك. لان طول ما انت عايز توصل للتصميم البرفكت بتاعك ده فانت مش هتتقبل اي رأي بتاع اي حد تاني، هتلاقي ان الموضوع صعب عليك وتقيل على قلبك لان انت شايف ان التصميم اللي انت وصلت له ده من وجهة نظرك هو مثالي. فدايما خد بالك من المنطقة دي لان مصممين كتير بيقعوا فيها وانت مش متخيل دي بتفرق قد ايه في اداء المصمم في الشغل، لان هي بتخسره كتير، بتخسره عملاء كتير، واللي هو بيشتغل في شركه بتخلي ان الفكره عنه سيئه في الشركه بسبب ان تعامله بيبقى صعب شويه لان هو تعب، الراجل تعب وحاسس ان هو وصل للمثاليه اللي هو عايزها. طيب ادي العميل مساحته ازاي؟ يعني برضو اعمل ايه في التصميم؟ الحاجات اللي هتاخد منك وقت طويل وتقعد تعيد فيها كتير دي ما تعملهاش، يعني ابعدها مع العميل. يعني في واحد تلاقيه قاعد بعد ما خلص التصميم قاعد يغرب في الوان كتير قوي في التصميم، لا ما تجربش، سيب بقى لما العميل يجي ممكن هو اللي يحب لون معين فيختاره. فدي النقطة اللي قصدي عليها، هتلاقيه قاعد يجرب في الخطوط كتير قوي، لا انت خلاص اخترت خط حلو وشايف ان الخط ده حلو سيبه زي ما هو كده، لو العميل قال لك غيره بقى غيره. فدي للعميل مساحته لان ده هيوفر معاك وقت وهيوفر عليك ضغط نفسي وانت بتجرب الحاجات دي لوحدك، وهيوفر عليك ضغط نفسي لما العميل يحب يعدل. فهتبقى انت كده وفرت على نفسك كذا حاجة مهمة وكذا نقطة مهمة. الموضوع ده مهم مع انه يبان بسيط، بس صدقني لو انت عملته او فهمته بيتعمل ازاي هتلاقي نفسك بقيت حريف فيه، وبعدين انت ممكن تسيب للعميل الحته اللي هو يعدلها ويحس ان هو حاطط التاتش بتاعه، يبقى انت كده فهمت نفسيه العميل عامله ازاي. فيا ريت الناس تحط الموضوع ده في اعتبارها. انا بحب دايما ادردش معاكم كده في الحاجات اللي بتيجي على بالي اللي بحس ان هي اثرت على المصممين سواء بقى بالسلب او بالايجاب خلال شغلي في الشركات، فدي تعتبر جزئيه حساسه جدا لازم تاخد بالك منها.
وتراعي الحته دي عشان خاطر انت نفسيا كجرافيك ديزاينر تبقى مرتاح، عشان انت لو نفسيتك مش مرتاحه مش هتعرف تأدي. دي كانت معلومه انا بحاول انقلها لكم عشان خاطر انا بحس ان ناس كتير بتقع فيها. فادوا مساحه للعملاء ان هي تحط التاتش بتاعها، ده هيريحه وهيريحك، وطالما انت عامل حسابك عليه فمش هيأثر كتير على الديزاين بتاعك. ويا ريت الناس ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلها الحلقات الجديده. ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.